هلو جبت مايك احلامي هولي لاند لارك M2S. قلبي دي كده هو الكيس بتاعته. وبعد كده الحاجات هنا انا طبعا فتحته قبل كده. الشنطه دي فيها كل الحاجات. المفروض بيجي معاه الوصله دي بتاعه الكاميرا 3.5 مللي، والوصله دي للشحن الويند ماف او الديد كات الموبايلات الايفون اللي هي القديمه. انا التليفون بتاعي لايتنينج فدي بستخدمها. ده المفروض تيتانيوم، معمول من التيتانيوم، المفروض بيتفتح كده. دي المحتويات بتاعته. هنا بيجي 2 ريسيفر. الريسيفر ده لللايتنينج وللكاميرا، والريسيفر التاني للموبايلات الايفون اي حاجه تايب سي ماشي، و2 ديد كات والشاحن بتاعه. وده اللايتنينج. انا بصور حاليا من غير مايك، بصور بالمايك بتاع التليفون. عايزاكم تحسوا بقى الفرق. انا كده بكلمكم من المايك، المفروض هتحسوا بفرق الصوت. الحاجات بقى المايك بقى نستخدمه ازاي. هو هنا المايك التاني ده في علامة هنا كده لون ازرق، في لون ازرق هنا في المايك، ده معناه ان المايك مفتوح وبيسجل. لما النور ده بقى بيطفي وينور يبقى معنى كده ان هو لسه ما لقطش سيجنال او لسه ما عملش كونتاكت ما بينه وما بين الريسيفر. اول ما اللون ده يستقر باللون الازرق يبقى هو كده خلاص بقى متصل بالريسيفر وبقى بيسجل. اول بقى لما نضغط ضغطه هنا على الزرار الاورنج ده كده، دوسه واحده بينور باللون الاخضر. اللون الاخضر ده معناه ان هو بقى دلوقتي بيسجل بخاصيه عزل الضوضاء. اوكي، فانا دلوقتي فعلته في المايك اللي انا لابساه. هدوس الضغطه دي او من الريسيفر. بدوس من الريسيفر، اللون الازرق ده قدامكم هيبقى اخضر دلوقتي حالا اهو، بقى باللون الاخضر. دلوقتي هيبقى بخاصيه عزل الضوضاء. لو في اي دوشه حواليا مش هنحس بيها ومش هنسمع صوتها. طبعا بيبقى يعني بنسبه، فاحنا هنجربه بره ونقول راينا ايه. اخر حاجه بقى الويند ماف او الديد كات. القطعه دي بتستخدمها بقى لما بيبقى فيه هواء ودوشه، وهي غالبا بتبقى للهواء اكتر. وبنشد كده المايك وبندخله في الهدوم. دي اللي هي بتاعه التايب سي، دي بتاعه الموبايلات الايفون الحديثه. اوكي، بتبقى شكلها كده. انا عايزه اقول لكم هو طبعا شكله حلو جدا. الكيس دي بتقعد شحنها لمده 24 ساعه. طبعا شكلها شيك جدا. الكيس طول ما هي منوره كده ابيض يبقى هي مشحونه بنسبه 90 او 98%. هي يمكن عيبها الوحيد انه مش بيبقى مكتوب فيها نسبه الشحن قد ايه. الكيس شكلها شيك جدا وتبقى معايا طول الوقت في شنطتي، بس هو غالي قوي بصراحه. غالي، مش لازم نقول غالي. دلوقتي احنا في الشارع ومشغلين بقى المايك خلاص اهو. هو المفروض متفعل على ان هو يعني يبقى من غير نويز كانسليشن. يعني احنا لسه كمان شويه هنفعل خاصيه عزل الضوضاء دي وهنشوف الصوت اهو. جنبي في دوشه، في عربيات. دلوقتي هنشغل المايك على خاصيه عزل الضوضاء عشان نشوف. دلوقتي احنا مفعلين خاصيه بقى بتاعه عزل الضوضاء، ودلوقتي المفروض ان الصوت يكون افضل شويه من ان هو يبقى من غير عزل. الصوت ده من غير ما ابقى عامله عزل الضوضاء هيبقى المفروض دوشه زي ما سمعتوا من شويه. كان صوتي واضح ولكن هو في دوشه برضو. يعني انا حاسه ان انا سامعه كل حاجه حواليا. دلوقتي المفروض ان الصوت هيكون مركز اكتر على صوتي انا يعني. ماشي، المايك اللي بره الجزء الصغير ده هو اللي فيه المايك. وحبيت اجرب لكم الديد كات او الويند ماف. خلاص يعني انا اخر حاجه عايزه اقولها لكم، هو حاليا على فكره الصوت على عزل الضوضاء مع الويند ماف. حبيت اقول لكم اخر حاجه،
المايك لذيذ، ممكن يكون عزل الصوت فيه مش قوي اعلى حاجه بصراحه، يعني هو ممكن نقدر نقول متوسط، يعني ما اقدرش اقول ان هو يعني توب قوي يعني، بس كل حاجه دلوقتي بقت يعني كل حاجه مقابل السعر بتاعها. المايك ده ب 10000 وفي اماكن بتبيعه ب8. اخر حاجه عايزه اقولها لكم ان انا ان شاء الله هعمل فيديوهات كتير قريب بالمايك ده، او يعني هيشجعني ان انا اعمل فيديوهات احسن. ما تنسوش بقى تعملوا الحاجات الحلوه اللي هي زي اللايك والسبسكرايب والاشتراك والحاجات دي، السبسكرايب هو الاشتراك اصلا. ماشي، وباي باي.